ليه ما نكسبش كاس العالم؟ عندنا المنتخب المغرب في اقوى لاعيبه في العالم. تقولي لي فريق عربي وتقولون فريق عربي جميعا، يعني أنت تفضل الغريب على أخوك العربي فيما يتعلق بالرياضة والمنتخبات. متحني السعادة والتوفيق. السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. على بالي باللي انا اخر من يتحدث عن المونديال. المهم خاوتي، جبت لكم مجموعه تاع مقاطع فيهم اللي شفتوهم وفيهم اللي ما شفتوهمش. وكما العاده قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب الا عجبكم الفيديو، شاركوه مع اصحابكم بالك يعجبهم. ونبداو الفيديو بالسلبيه الوحيده في المونديال، وهذه تبقى النقطه السوداء الوحيده في المونديال. كل شيء ايجابي الا هذه. وسيظل قسامة هو الخانة نتاع المونديال، ماشي نقطة سوداء، خانة. هذا قسامة خانة المونديال. وإلا راه يبان لكم قسامة حكم ممتاز لإدارة مباريات كأس العالم، أنا تاني راه يبان لي هذا من أفضل حكام العالم. وباش تفهموا علاش راني نقول كيما هكا تبعوا معايا حتى الآخر وتفهموا. والآن نأتي إلى الإيجابيات التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه الإيجابيات اللي هي الأذان اللي كان عاجب بزاف أجانب. أما بالنسبة للإسلام والمسلمين ما كاش اللي شرفهم قد الشعب القطري والتنظيم القطري. نشر الفيديو التالي لأحد مشجعي المكسيك وهو ينطق شهادة مع أحد الشيوخ في الدوحة. أنا هاد الأمور اللي نشوفهم نصر وانتصار للمسلمين والإسلام. ولا نشوف القطريات يلبسوا الأجنبيات الحجاب ويوروهم كيفاش لازم تكون المرأة. وكاين شي اجانب لاول مره يزوروا دوله عربيه، يبغوا يديروا التقاليد نتاعها، راك فاهم؟ السيد داروا له الرشم. رب شيء مر علي في قطر. تعال متحني. السعادة والتوفيق. والله استعجل. جميل جدا. متحني الرجال، استعجل مره. داروا له الحنه معرس ماشي العروس. وفي هذا المونديال انشهروا بزاف ناس، ومنهم هذاك تاع مترو تيسوي. مترو ومن ناحية الجمهور بالنسبة لي ورأيي الشخصي أنه جمهور البيبسي هو أفضل جمهور في المونديال. مالغري المنتخب الجزائري ما شاركش، بصح الجمهور الجزائري حاضر بقوة في كل مونديال. وبعض المشجعين الجزائريين كيشوفوا هكا كاش قناه ولا كاش ناس مجمعين على واحد بميكرو يمشوا له يديروا تسجيل دخول كيما هذا خونا ما عارفش كاع واش راهو يقولوا، دخل قالها المهم يقولها. وكاين واحد المشجع مصري محب للمنتخب المغربي وما بغاش المشاركه، بغى الكاس. ليه ما نكسبش كاس العالم؟ عندنا المنتخب المغرب في اقوى لاعيبه في العالم. والله ما سمعتك. منتخب المغرب في اقوى لاعيبه في العالم. ليه احنا العرب دايما نفرح لما نطلع دور 16 ودور الثمانية ودور، لا نطلع ونكسب كاس العالم. هي نضحكوا كامل. هي توقعاتك للماتش هتبقى كام؟ خسارة المغرب. وبما اننا ذكرنا المغاربه خلينا نوريكم واحد الفيديو نتاع واحد المغاربه كانوا مداخلين معاهم الرايه نتاع الامازيغ. كاين ديفيرونس بين علم نتاع دوله ورايه تمثل كيما نقولوا فئه من هذاك الشعب تاع ديك الدوله. المهم مدخلين هذيك الرايه حتى حبسوهم الامن حسبوهم مدخلين علم الالوان، راك فاهم؟ اقسم بالله الا زاد. المهم خاوتي المنتخب المغربي وصل حتى لنصف النهائي. باش الله اعلم. انا نقول لك باش بالدفاع، باش مثلا باللعب كما شفنا في مباراة بين المغرب واسبانيا، شفنا المدرب المغربي خرج الهجوم وخط الوسط ودخل الدفاع اللي في الاحتياط، يعني فريق كامل في الدفاع 10 مدافعين. حتى الويل الحارس تاع اسبانيا وصل 3 مرات لخط الوسط. ومن بعد ما دخلوا المربع الذهبي ودخلهم شويه طمع الكاس ولاو يقولوا كل شيء ولا مغربي، بمعنى انه كي شفناهم تاهلوا عاد ولينا نسيبورتوهم. يا المغرب
اهدى انت كده مش مغربي كده اخرس. حتى الصحافه نتاعهم خرجوا يبينوا لنا باللي الشعب المغربي متاكد انه الجزائر ضد المغرب. شكون الدوله العربيه اللي تقدر ما تشجعش المنتخب المغربي في هذه المباراه؟ كنظن الفريق اللي ما يقدرش يشجع المنتخب المغربي هو الفريق الجزائري. اول شيء الجزائر ما عادش الجزائر علاش وفيهم الحق. معروفه فرنسيس. هاي نشوفوا الشارع الجزائري الا يشجع المغرب ولا ما يشجعهاش. وهذا هو الفرق بين الشعبين والصحافتين. ومن ناحية أخرى أنت كمواطن مغربي ما كان ما دخلك فيا أنا كمواطن جزائري واش نشجع. هذه مجرد رياضة ماشي الجهاد في سبيل الله. ومن ناحية أخرى بزاف ناس كانوا يروجوا للكلام اللي قاله ماكرون على الرسول عليه الصلاة والسلام. كلنا ما نبغوش كمسلمين، ولكن نتايا كمسلم ما تستغلش هذا الوضع لصالحك باش تلبي رغباتك نتايا والناس تتعاطف معاك ونحطوها قضية إنسانية. أنا بالنسبة لي هذه مجرد رياضة، وفريق فرنسا فيه مسلمين ومن بينهم كريم بنزيما اللي أصوله جزائرية ومبابي اللي ما جزائرية، من حقي نشجعهم ما كان ما دخلك فيا. وإذا كانت هذه قضية إنسانية كاين قضية إنسانية أكثر من هذه وأهم من هذه. تقولي لي فريق عربي وتقولون فريق عربي جميعا يعني أنت تفضل الغريب على أخوك العربي فيما يتعلق بالرياضة والمنتخبات. المهم خوتي كاين واحد الملاحظة، أنا ما رانيش ندافع على فرنسا، راني نرد على الناس اللي بغاونا يا نشجعوهم ولا نشجعوهم بمبرر العروبة والإنسانية. أين كانت هذه العروبة عندما حاول الشعب الصحراوي الاحتفال داخل المدن الصحراوية المحتلة بفوز الجزائر بكأس إفريقيا؟ وأريد أن أريكم هكذا كان يعني تعامل نظام الاحتلال المغربي. A few moments later. المهم خاوتي لقيت واحد التعليق في تيك توك وقلت من المستحيل ما نشاركهش معكم. قال لك نصف نهائي كاس العالم بسبع كؤوس افريقيا. لا لهنا مصر تنسحب. انا هاد العرب ما فهمتهمش. انا انسحب. المهم خاوتي بغيت نقول لكم باللي هذا مجرد رأي وردي على بعض المغاربة، ماشي معناتها أنني ضد المغرب ولا نكره المغرب. عندي متابعين من المغرب ونخليكم تسمعوا واحد لايف كان بين المغاربة وسعوديين، وهذا ماشي رأيي أنا، رأي بزاف أنه المغرب فقدتنا متعة كأس العالم. لا هجمات زينة، لا تكتيك، لا انطلاقة، يعني قفل على الفرنسيين. أفقدنا جمال كرة القدم يا أخي. إحنا نبغى نشوف الجناح الأيمن يوم ينطلق والجناح الأيسر، نبغى نشوف عرضيات الفرنسيين. المنتخب المغربي للأسف يعني أفسد المباراة، وكأنك تشاهد مباراة يعني ليست في نصف النهائي في كأس العالم. احنا تعودنا النصف النهائي في كأس العالم مباراة قوية ندية، هجمة هنا وهجمة هنا وقوة والتحام ومهارات وإبداع. اليوم فرنسا تلعب والمنتخب المغربي يدافع. هذا طبعا المغرب إمكانياتهم طبعا، والمغرب دخل واضح من بداية المباراة من خطة المدرب، واضح انه يقول ننهزم بس ما تطلع 5-6 ونخرب ايش اللي هم يرون انه انجاز، اللي هو الوصول الى نصف النهائي. فدخل بطريقة حتى لعيبة المغرب واضح انهم متخوفين، واضح من البداية انهم منهزمين ويبغونها 1-0 2-0، وحصلوا النتيجة اللي يريدونها. صدقني ما دخلوا للانتصار، دخلوا بهزيمة لا تزيد عن 2-0. فرنسا اليوم تحركات بسيطة، مجهود بسيط، عارف، أخذت اللي تبغاه اللي هو النتيجة وخرجت. وهذا اللي البارح أنا قلت صدقني يا فرنسا حتشوفون شخصية البطل. المغرب قلت لك أن أسبانيا ليست مقياس، هو ليس منتخب عريق مثل فرنسا ولا حتى البرتغال. مستوياتهم طايحة أصلا. هم عرفوا بيش إسبانيا عرفت بيش بالأندية فقط، بالدوري، واللي شهر الدوري عندهم ليسوا لعيبة الإسبان وإنما المحترفين اللي يجون من برا. يعني إسبانيا ليس مقياس ولا البرتغال. أنا قلت البارح المحك الحقيقي هو فرنسا، لأنه بلد عريق في كرة القدم، عندهم المهارة، عندهم الشخصية موجودة في الملعب. وانت اليوم شفت الجناح الأيسر حق فرنسا، شفت كيف انطلاقاته، ياخذ الأول والثاني والثالث بسرعة. يعني الصراحة المغاربة اليوم ضربوه ترى،
حكيمي انا استغربت والله، حكيمي ما ادري غايب عن المباراه. اشرف حكيمي وانا مصاب من اول مباراه، هو كان يعني كمل مباراه بس بيلعب كيف يقول. طيب كان مصاب ليش يلعب؟ كان مصاب بس يلعب لهيك ما ارهق حاله مع الكرة. طيب. خليه يكمل يا محمد. ايه شوف طبعا احنا يا اخوان لا حد يظن في حقد، والله العظيم ان المغرب عندي تسوى فرنسا 10 مليون ألف مرة. تمام؟ احنا مسلمين وعندنا عقيدة ترى، وعندنا حب للإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية. احنا نتكلم كرة قدم فقط لا غير. فرنسا ترى فيها لا يقل عن 8-9 لعيبة مسلمين، وبلد فيه 6 مليون مسلم، وفيها عدد المساجد والناس تصلي في المساجد وعادي يعني. وهذه هي الحاجة اللي بغيت نوصلها من كثرة كلام عن المغرب، أنه ما كان ما دخل الديانات والعاطفة في كرة القدم، وماشي معناتها كي نكون ضدك أنني نكرهك. سلم على عمي. أنا شوف ليه كيف أقول شلون الشعبان ذا السنة ترى المهم خاوتي راني طولت عليكم الفيديو بزاف، وعندي بزاف مقاطع ما شاركتهمش معاكم. اذا عجبكم هذا الفيديو اكتبوا لي في التعليقات نزيدكم المقاطع الاخرين في فيديو واحد اخر. وحتى لهذا المقطع ما بقى لي غير نقول لكم